السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. طبعا بقى كسل بعد العيد، عايزين نفوق كده ونتنشط ونحمس بعض وننشط بعض كده. روتين ما بعد العيد هنعمل شوية، طبعا البيت زي الفل، هنعمل شوية حاجات كده بسيطة نحافظ عليه ويكون كده على طول نضيف بأمر الله. انا هنا ان شاء الله هعمل غدا رز بالكبد والقوانص، طريقته سهله جدا وحلوه خالص، هنعملها مع بعض وشويه حاجات كده في الفيديو ان شاء الله تعجبكم بامر الله. ومعايا هنا بقى كبه جايه لي هديه من حبيبه قلبي وروح قلبي، امي حبيبتي. تمام. كانت الكبه بتاعتي باظت، وبعدين جابت لي بقى، لقيتها بتكلم معاها وكده ان هي باظت، فلقيتها ربنا يخليها ليا يا رب جايبها لي. ربنا كده يرزقها من الخير كله ويشفيها يا رب العالمين ويخليها لي يا رب. اللهم امين، ويخلي لكم برضو امهاتكم ويبارك لكم فيهم يا رب. بس يا بنات، فلقيتها جايبها لي، فشويه حاجات كده هحطها فيها، فلفل الوان مع توابل علشان اعمل الاكله الخطيره دي. بس بصراحه كنت اول مره كده اطلعها من العلبه، بس استعملها حلوة قوي، وكمان السكاكين بتاعتها ما شاء الله حامية، هي من فريش. بصوا جميلة جدا، شايفين؟ فرمت لي الحاجة كده فرم صغير خالص لو انت حابة. هنا كده بنتي كانت بتساعدني ربنا يخليها ليا برضه. بس كانت بتغسل بقى المواعين اللي بتطلع كده من ايه، من الحاجة اللي بستعملها وكده، علشان عارفة ان لازم نخلي ايه الحوض فاضي اول بايه، باول. فكانت واقفه جنب كده بتساعدني. كنت يا بنات فرمت فلفل الوان احمر واصفر، وكمان 4 فصوص من الثوم، والتوابل كان معلقه كبيره من البابريكا ومعلقه كبيره من ثوم البودره وبصل البودره، ونص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود. بس كده، وعملتهم كده، فرمتهم كلهم مع بعض. وبعد كده بقى جبت حلة على النار، حطيت معاها مكعب كده من مرقة الدجاج مع شوية زيت، عشان اديها كده تشويحة حلوة وتطلع كمان المواد الحافظة اللي فيها. وبعد كده هنزل بالقوانص القوانص وكمان القلوب، هديهم تشويحة الاول كده وهغطيهم علشان بياخدوا يعني ايه سوى زيادة شوية. فهغطيها كده لغاية ما يعني ايه تاخد معايا سوا بسيط كده. وبعد كده هنزل بالكبد، ومش هغطيها لما انزل بالكبد علشان ما تتهراش معايا. بعد كده ضفت عليهم كمان الفلفل الالوان والثوم والبهارات والكلام الجميل ده كله، ونزلت بالرز المغسول، وضفت كوبايتين من المية، وعليهم بقى ايه ظبط كده الملح بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ بعد كده بقى هغطيها، واول ما الرز يتشرب كده معايا هديله تقليبه كويسه، وهحطه على العين الصغيره يستوي براحته جدا جدا مع نفسه بقى لغايه ما اخلص كام حاجه كده. وكمان عايزه اقول لكم ان طبعا الجو ده نار وحر، فالواحده بقى تصحى بدري كده، تخلص دنيتها بدري بدري وقبل النور ما يقطع بقى، والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. فتكون يا ست الكل كده مخلصه بيتك، وكمان يعني يكون الظهر بيأذن وتروحي تصلي كده وانتي مخلصه كل حاجه بامر الله، كله كده سهل وسريع بامر الله. بعد كده يا بنات جيت على الرخامه بقى، عشان لو اي طرطشه او اي حاجه وانا بغسل الكبد والقوانص تكون معايا الرخامه فله كده ومتعقمه، شويه خل وشويه بس كده من البريل. شايفين بقى الحوض معايا زي الفل، والحاجه مغسوله وسايباها تتصفى على جنب. هنا كده الرز كان اتشرب معايا، وحطيته كده على جنب ومع نفسه بقى خالص، ووطيت عليه. تعالوا بقى نعمل كده ايه، عايزه اقول لكم كيكه، يعني هي مش كيكه، هي جاتوه كده، حاجه كده حلوه قوي، كيكه الرواني. بصوا بطريقه سهله وحلوه خالص. تعالوا نسمي الله كده، نسمي الله ونشوف الطريقه الجميله. معايا اول حاجه 3 بيضات، ومعاهم رشه من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من السكر. هقلب اقلب اقلب الكلام ده كده كله مع بعض لغايه ما السكر يدوب كده معايا يا نص يا سكر. تمام. بعد كده هضيف كوبايه من اللبن. بعد كده هنزل بكوبايتين كده حلوين من الزبادي، وهديهم تقليبه حلوه كده. مقدار الزبادي زي ما حضراتكم شايفين كده، الزبادي البلدي العادي دي خالص.
اديت لهم تقليبه حلوه والخليط اتجانس مع بعض. هنزل بنص كوبايه كده من الزيت وعليهم مكعب كده من الزبده للي حابب يعني. طبعا ده هنا كان الزيت بتاع التموين عادي جدا، حطيت عليه مكعب كده من الزبده كانت عندي عشان برضو يطعم معايا الزيت والدنيا تمشي معايا والدنيا تحلو. تمام، ضفت الكلام ده كده مع بعض. بعد كده هنزل بكوبايه من الدقيق، عليهم كيس من البيكنج باودر. انا بحب كمان الكيك شيف احلى يعني، فضفته كده وطبعا نخلتهم علشان كل حاجه تبقى معايا كده مظبوطه والخليط يبقى مفهوش اي تكتلات. بعد كده معايا ربع كوبايه من الجوز الهند اللي هو المفروم صغير ده. بعد كده يا بنات ضفت عليه كوبايه ونص من السميد الناعم. هديهم برضو تقليبه كده حلوه مع بعض. بعد كده هجيب بقى دي الصواني الكبيره، دول بيبقوا 3 صواني، دي الصينيه الكبيره. حابه ان انت تخلي الكيكه الرواني دي عاليه شويه فهتعمليها في الاصغر. تمام. انا حطيتها كده في دهنت الصينيه بالزبده، وبعد كده نزلت بالخليط. وممكن طحينه، تجيبي الطحينه وتدهني بيها الصينيه وتنزلي بالخليط بعد كده. ودخلتها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معاكي 30 ل 35 دقيقه حسب الفرن. ولو ما خدتش الوش بتاعها الذهبي الحلو ده تفتح عليها الشوايه. بس كده بيبقى حسب اللهم صل على النبي الفرن وكده. دي حاجات كنت جايباها من المحل بتاع السلطانة، ده بيبقى في التعاونيات، جايبه منه الحاجات اللي وريتها لكم دي. بصراحه حاجته جميله جدا وما شاء الله يعني. الخامه بتاعت مثلا الكريم شانتيه والحاجات دي بتبقى بصراحه حلوه قوي قوي. انا كنت بجربها لما كنت بعمل كبات وحاجات من ديت، يعني كنت بوديها محلات وكده. فبصراحه كان حلو جدا جدا. الخامات بتاعته كنت جايبه منه السميد وجايبه منه الكاكاو وجايبه منه كمان عايزه اقول لكم تاني اللي هو التوت الاحمر ده، وجايبه كمان اللهم ذكرني البيكنج باودر والحاجات اللي وريتها. وكان سعر النص كيلو من دي السميد عنده ب17. وكمان جبت الكيلو اصلا الكريم شانتيه كان عامل 280، انا جبت منه يعني قلت له يعني ب70. تمام. وكمان الكاكاو جبت منه ب22، كان عامل الوزن بتاعه 60 جرام. تمام. بس كده يا بنات، يعني الاسعار بتاعته والتوت شويه اللي شفتهم دول كانوا ب20. انا عايزه اقول لكم ان انا جبت الاكياس لان انا الذاكره بذمه الله بصراحه، فحبيت برضو ان انا اقول لكم على الاسعار بتاعته كده. بس هنا بعد كده دخلت بقى على اوضه الاطفال. هي نظيفه. ما حبيتش بصراحه ان انا اشيل الملايات وكده، لان بصراحه هي نظيفه. طالما انت شايفه الحاجه نظيفه فمش غسيل وخلاص والحاجه يعني من كتر الغسيل طبعا بتبهت وتبوظ. بس مش بقول لو هي مش نظيفه طبعا تتشال على طول وتتغسل. وكمان حتى لو في ريحه العرق او كده فانت شايفه الحاجه نظيفه خلاص تمام. لان بصراحه الحياه مش مستحمله ان الواحد يفضل يغير في الحاجه والحاجه تبوظ وتدوب. فاحنا بصراحه يعني انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي، فربنا يهون يا رب علينا ايامنا وييسر لنا امورنا يا رب العالمين. فانا شايفه ان الحاجه هنا طالما نظيفه خلاص، ما يعني ما نبوظ الخامه بتاعتها، حرام من كتر الغسيل وكده. بس شايفاها نظيفه وريحتها حلوه. تمام. نفضت السراير كويس جدا. بعد كده طبعا هكنس بقى الارض كنسه كويسه وهمسح الخشب والكومود والكلام ده كله كده، هديله لمعه حلوه جدا. بس وفرشت السراير تاني وهويت الاوضه. طالما انت محافظه على اوضه الاطفال وبتهويها وفاتحه المروحه والشباك مفتوح يتهوى، طبعا انا بفتح الهواء الشباك من الصبح كده قبل ما الدنيا تليل وتعتم. طبعا بقفل لان بيبقى فيه صراصير طايره الايام دي كمان في الحي الاماراتي. اللي عايش في الاسكان الحي الاماراتي في بورسعيد وكده هيبقى عارف اللي انا بتكلم فيه ده، وبالذات لو تحت البيت عنده جنينه زي كده.
بصراحة بيجي طاير كده من الشبابيك، فانا بحاول قبل الدنيا كده ما تعتم على طول بقوم مقفله كمان علشان خاطر الناموس. يعني هو الايام دي مفيش يعني حاجات بسيطة خالص لا تذكر عشان كمان الحر وكده. فانا بهوي كده البيت. احسن حاجة ان انت تهويه كده علشان ايه ما يبقاش فيه ريحة كده للبيت مش ظريفة خالص. بعد كده شديت بقى الستارة، شايفين يعني ما قفلتش برضو، سايبة الدنيا تتهوى ورشيت المعطر وسايبة حتة صغننة كده من الستارة عشان ايه لو اي حاجة دخلت زي ما متعودين مع بعض تطلع وكده اللي هي الدبان والحاجات دي. وروقت كده الأوضة وعطرتها، وكانت معايا كيكة رواني طلعت. شايفين بقى عاملة ازاي؟ وعايزة اقول لكم انا كنت عاملة لها شربات عبارة عن ايه، كوباية من المية، كوبايتين من السكر، واول ما تغلي معايا نص ليمونة، وسبته لغاية ما الكيكة الرواني تطلع من الفرن. اول ما تطلع على طول تقومي نازلة عليها بالشربات الجميل ده، وتقومي مغطياها، تسيبيها على النار من 10 دقايق لربع ساعة، وتغطيها اول ما تطلع كده وتسقيها وتسيبيها. تخلصي بقى ايه كام حاجة كده زي ما انا خلصت. كان عندي غسيل عايز يتشال شلته، وكان عندي غسيل كنت كان مغسوله كده نشرته. وقلت بالمرة وانا واقفة كده في البلكونة اسقي الزرع ده ينوبني ثواب كده، وان انا برضو احافظ عليه كده، وربنا كده يا رب يرحمنا من الحر اللي احنا فيه ده، اللهم امين. هنا كده تلا شمت ريحة بقى ايه، عايزة اقول لكم الاكل الرز بالكبد والقوانص شايفين عامل ازاي، مفلفل كده الرز معايا، وحمرت جنبيه شوية بطاطس، وقالت لي انا عايزة طبق من ده، عملته لها كده، وحبيت ان انا اوريكم الرز عامل ازاي، خطير بجد. طبعا كانش لسه ميعاد الاكل بتاعنا يعني الغدا وكده، فعملت لها الطبق ده. بعد كده يا بنات فرشت بقى الأوضة، وطبعا كنت سألت أحمد مش عايز. فرشت هنا كده الأوضة وزبطتها، وحطيت السجاد طبعا بعد ما كنت هويته في البلكونة. وبس كده نيجي بقى للكيكة القمر العسل دي. جبت هنا فنجان صغير من الجوز، وهبتدي ان انا اوزعه كده على الكيكة دي. طبعا اللي بيحب الجوز هيحب الكيكة دي جدا جدا، وبصراحة واللي مش هيحبها يعني انا ما كانش ليا في الجوز بس حلو جدا وريحتها جميلة خالص، هتغير المفهوم بتاع الجوز دوت للناس اللي مش بيحبوه. بعد كده بنات جبت الفرشة زي ما انتوا شفتوا كده، وحاولت ان انا اوزع الجوز كده علشان يبقى في كل انحاء الكيكة، وبدأت ان انا اقطعها بالشكل ده مربعات كده. شايفين بقى الجمال؟ وهجيب بقى التوت الاحمر ده كده، اداها شكل حلو، وكمان اللي بيحبوا الحاجات دي، الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا، والالوان فهي مفيدة وفيها لبن وفيها بيض، فالدنيا كده ايه هتبقى حلوة بالنسبة لهم ومغذية بس. وبقت معايا بالشكل الجميل ده. شايفين بقى الدنيا عاملة ازاي؟ شكلها حلو جدا وكمان طعمها خطير جدا. بصوا بقى طلعت كده قطعة، وعودي بقى يعني بصي استمتعي بقى. دي طبعا بقى يعني الروقان اللي بعد بقى الروتين اللي بتعمليه اليومي، فدي بصراحة مكافأة حلوة قوي قوي. بس كده شايفين، ومعلقة بقى بتجر معلقة ومش هنخلص اليوم ده. بس خلاص كده اكون بقى ايه الدنيا ليلت، وجا بالليل بقى حبوا ان هما ينزلوا، هاخدهم بقى ان انا امشيهم كده في الحي شوية. وبعد كده قالوا لي عايزين يروحوا النادي وكده، النادي اللي هو في الحي الاماراتي. الناس اللي في الحي الاماراتي هتبقى عارفه ده النادي في الاسكان الاجتماعي. تمام، اخدتهم كده وجبت يعني ايه باتيه، بحيث برضو لو هم جاعوا او حاجه بالليل وهم بيلعبوا فتبقى موجوده معايا كده. بس هناك بقى في النادي ده في مراجيح وفي العاب كده اطفال حلوه قوي. طبعا تغيير برضو، واحمد هنا كان جالي وقال لي عايز يتمرجح ومش عارف، عشان ما شاء الله يعني كان في زحمه شويه بس اخدته كده، وتالي كانت واقفه جنبه بتمرجحوا ازاي. ربنا يخليهم لبعض يا رب ويحفظهم، اللهم امين، ويخلي لكم كمان اولادكم ويحفظهم يا رب، وتشوفوهم كده احسن الناس. بس كده اكون خرجتهم الحمد لله، وده كان يومي كده وروتيني. يا رب يكون عجبكم، ويعني يكون فيديو كده خفيف ولطيف بأمر الله.
بس يا ريت بقى ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة علشان تنوريني وتكبري بخاطري كده وتفرحيني باشتراكك، ويعني تفعيل الجرس بقى يا سلام علشان كده تفرحيني بوجودك. بس كده اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.